سلام. لا فيديو تاع اليوم راح نهضروا فيه على جيل نيتروجينا اللي هو عبارة عن جيل كيضغط لابو. كما راكم تشوفوا لا بواط تاعها تكون بلو مكتوبه فيها هيدرو بوست، مكتوبه فيها ثاني تلقاو فيها مكتوبه جيل باسكو كاينين زوج انواع، واحد مكتوب فيه جيل اللي يصلح للبشره الدهنيه والمختلطه والعاديه، واللي مكتوب فيه كريم يصلح للبشره الجافه. كيما راكم تشوفوا العلبة اللي من الداخل راهي تقريبا جد صغيرة، فيها 50 سي فقط، وتكون صالحة 12 شهر من بعد فتحها. كيما ثاني نلقاو فيها مكتوبة مصنوعة في فرنسا. ثاني حاجة اللي هو لو بري تاعها اللي نقدروا نقولوا بري ريزونابل، يعني ولا متوسط بارابور لي كريم ايدغاتونط الاخرين، اللي هو 150 ألف، يعني 1500 دينار جزائري. كاينه حاجه برك حابه نقول ليها، وهي الفرق بين كريم وجيل تاع هذا لا مارك نيتروجينا. كريم قلنا صالح للبشره الجافه ويكون اللون تاعها ابيض، اما الجيل يكون صالح للبشره الدهنيه والمختلطه والعاديه ويكون اللون تاعها كيما هكا بريسك ازرق بارد بلو سيال. كيما كاينه حاجه اخرى، هذا لو جيل سريع الامتصاص وجد خفيف وما يسدش المسامات تاع الوجه. حاجه اخرى نقدروا نقولوا ان هذا لو جيل يرطب لنا البشره تاعنا مش بشكل ممتاز ومش بشكل سيء، يعني هذا المنتوج هو وسط، يعني نقدروا نقولوا بارابور لو بري تاعو راهو متناسب، ما يخليلكش كوارث في وجهك وماش يرجحوا لك واو. نقعدوا كان نهضروا على اهم شيء واخر شيء واللي هما لي زانغريديون تاع هذا الجيل. حاطين لهنا المكون الاساسي هو لاسيد هيالورونيك، مي بالعكس حاطينه في لي زانغريديون كاتبينه هو الاخر، يعني كاين صح في هذا الجيل مي بنسبه قليله خلاص. مي المكون الاساسي في هذا الجيل اللي هو السيليكون. وش هو الدور تاع السيليكون لهنا؟ يدير لنا طبقه على الوجه ولا على البشره تاعنا باش ما يخليش الماء يخرج من البشره، يعني يحتفظ لنا بالماء الموجود في البشره تاعنا. لهذا لازم نشربوا الماء بزاف باش نعاونوا هذا الجل يدير خدمته. كما كاين ثاني مكون اخر مثلا اللي هي الزيوت كما الجليسيرين ولا ما بكميات قليله ثاني. وفيه ثاني بارفان، يعني اللي وجهها حساس من البارفان والروايح هذيك قادر يدير لها تحسس. اي اونفا هادو هما لي بوين اللي لازم تعرفوهم على هذا لو جيل. سلام.